وردين من الأذكار لو حافظت عليهم بشكل يومي راح تتغير حياتك 180 درجة. وصدقني هذا مو كلامي أنا، هذا كلام الناس اللي جربوا، اللي حافظوا على الوردين هذه واللي شافوا نتائج فعلية بحياتهم. رقم 1، الورد الأول في قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في حديث رواه البخاري ومسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزة من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحدا بأفضل مما جاء به إلا رجلا عمل أكثر منه. شخص قال أكثر 100 مرة، هذا الشخص أفضل منه، الوحيد اللي أفضل منه فقط. يعني يا صاحبي لو حافظت على الورد هذا 100 مرة كل يوم راح تكسب 3 أمور جدا مهمة في يومك. الأمر الأول، كأنك اعتقت 10 رقاب، وترى عتق رقبة واحدة في سبيل الله أجرها جدا عظيم، ما بالك 10 رقاب وفي اليوم، يعني كل يوم تعتق 10 رقاب، شيء مرة عظيم ترى. الفائدة الثانية، تكتب لك 100 حسنة وتحط عنك 100 سيئة. 100 حسنة وتحط عنك 100 سيئة. الأمر الثالث والأخير، حرز من الشيطان حتى نهاية يومك، يعني الشيطان ما يقرب منك حتى نهاية يومك إذا حافظت على هذا الذكر 100 مرة في يومك. في حديث رواه البخاري ومسلم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ليش زبد البحر تحديدا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثال في زبد البحر لكثرته، لأنه من الحاجات الكثيرة. قال وإن كانت مثل زبد البحر، راح يحطها الله سبحانه وتعالى كلها عنك بمجرد ما تقول هذا الذكر 100 مرة في يومك. وهذا صور حقيقية لزبد البحر اللي ضرب فيها النبي عليه الصلاة والسلام مثال لكثرته. بكل اختصار، حافظ عليهم الاثنين كل يوم مع بعض، قولهم الاثنين وصدقني راح تشوف تغيير عظيم جدا في حياتك بشكل ملحوظ. راح تشوف التغيير بمجرد ما تحافظ عليه. هذا كل شيء، ولا تنسى تذكر غيرك، لأنه لو قال واحد من الأذكار هذه لو مرة واحدة راح تاخذ مثل أجره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.